القضية الأولى: صرخات ريجيني لم يكن جوليو جثة فقط، كان قصيدة وحشية كتبت بمساميره في غرفة لا تعرف الرحمة. حين وصلت إلى مسرح الجريمة كان الليل لا يزال ينهش الجدران. عيناه لم تكن مفتوحة فقط، بل كانت تحدق بي وحدي، كأنه يدرك أنني القادم التالي. أصابعه المعوجة لم تكن عبثية، بل كانت ترسم في الهواء خريطة نحو شيء ما، نحو باب خلفي للواقع لا يراه غير الملعونين. استنشقت تلك الرائحة المخيفة التي خلطت بين احتراق اللحم والياسمين البري، لكن الأشد قسوة كان ذلك الهسيس الخافت الذي سمعته قادما من الشقوق المتآكلة في الحائط. ضحكة مكبوتة، أنثوية، مشبعة بالشماتة والوعيد. ضحكة وجدتها لاحقا في نوم زوجتي، لا، بل في استيقاظها حين نظرت لي صباحا وهمست بصوت لم يكن صوتها. لم تكتمل القصة بعد حبيبي، ومن يومها كلما أغلقت عيناي رأيت جوليو يشير إلى ذلك الباب، وأخشى أنني اقتربت من فتحه. لو حابب تعرف باقي القصة ادخل على القناة وهتلاقي الفيديو كامل هناك. وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك علشان أقدر أكمل وأقدم لك الأفضل دايماً.